الأخيرة، بينما لدينا الآن خطأ ركلة حرة مباشرة لصالح المنتخب السعودي. هي تبحث عن رأس أحد المتقدمين الآن، الوليد العوفي على التنفيذ. الركلة الحرة المباشرة، الكرة الملعوبة من جانب سفياني، راسية، جول 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 جول، هدف سعودي، هدف تعادل للأخضر. الصغير الآن ينفجر، الأخضر يسجل ويعيد المباراة مرة أخرى. قلت لكم قبل لحظات وقلت لكم في كثير من المرات بأن موسى العيد يبقي المنتخب السعودي في البطولة، يبقي المنتخب السعودي منافسا على اللقب، منافسا على الكاس. الكرة التي عدت، الكرة التي مرت، الكرة التي سكنت في الشباك. مشعل الداود إشاعة لهذا النهائي. شوف الكرة من عبد الرحمن سفياني، لمسة بسيطة كانت كافية لأن تسكن في الشباك اليمنية، يعدل من خلالها الأخضر وبالتالي يسجل هدف التعادل. كرة كانت من سفياني عبد الرحمن، ثم بعد ذلك ذهبت لأن يسجل من خلالها مشعل الداود هدف التعادل لصالح الأخضر السعودي.